بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم أخوتي أخواتي في الإيمان ورحمة الله وبركاته. وفقنا الله وإياكم للعمل بما يحب ويرضى، ويمن علينا وعليكم بالصحة والعافية والتوفيق إن شاء الله لصالح الأعمال، وأن يشملنا وإياكم برحمته ورأفته ولطفه وإحسانه ببركة وشفاعة محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. من الأعمال المهمة في هذا الشهر المبارك، شهر شعبان، شهر رسول الله صلوات الله عليه وآله وسلم، في الحديث يقول إن لربكم في دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها. هذه النفحات الربانية التي يسرها لنا الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه الصادق المصدق الأمين رسول الله الكريم، حيث ذكر في هذا الشهر عمل، وهذا العمل له من الأجر العظيم. الشيخ عباس القمي رضوان الله تعالى عليه في مفاتيحه يقول عن هذا العمل إنه عمل شريف، يصفه بأنه عمل شريف وأجره عظيم. هذا الأجر لهذا العمل البسيط عبادة 1000 سنة. من أتى بهذا العمل يكتب له الله سبحانه وتعالى عبادة 1000 سنة. هذا الأجر عظيم، عبادة 1000 سنة لهذا العمل البسيط والبسيط جدا في شهر شعبان. طيلة هذا الشهر تذكر تردد هذا الذكر 1000 مرة، يعني عبادة 1000 سنة ب1000 مرة، يعني كل مرة تقول هذا الذكر إلك عبادة سنة، ما يستغرق 20 ثانية. مش قد هذا أجر عظيم، مش قد الله سبحانه وتعالى نفحاته هذه العظيمة وهذا الفضل العظيم وهذه العطايا الجزيلة من الله سبحانه وتعالى لهذا الذكر البسيط. إن شاء الله أخواني، إحنا هذا العمل ما انتهى إن شاء الله، هو أن تردد وتقول 1000 مرة. هسه ايش قد تقدر تسوي؟ المرة بسنة عبادة، 1000 مرة ب1000 سنة أجر. وهو تكرر هذا القول: لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون. هذا القول وهذا الذكر العظيم وهذا الأجر العظيم: لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق، والحمد لله رب العالمين.